في مهارة واحدة لو اتعلمتها صح هتقدر تزود دخلك وتغير تفكيرك وتزود ثقتك بنفسك كمان. بس المشكلة هي ان 90% من الناس تتعلم مهارات غلط او مش ليها اصلا. في الفيديو ده انا جاي اوضح لك اهم الحاجات اللي انت لازم تكون عارفها، ممكن توفر عليك سنين انت كنت تايه فيها. زمان كان بيقولك اشتغل اي شغلانة وخلاص. دلوقتي اللي معاه مهارة هو اللي بيعرف يتحكم، هو اللي بيعرف يشتغل اونلاين، هو اللي بيعرف يفتح مشروع، هو اللي يعرف يزود دخله حتى لو هو بادئ من الصفر. أكتر سؤال غلط إحنا بنسأله لنفسنا هو أتعلم إيه يجيب لي دخل بسرعة، إنما السؤال الصح اللي أنا لازم أسأله لنفسي هو أتعلم إيه يناسبني أنا، إيه الحاجة اللي تناسبني أنا فعلا. زي كده، زي ما بيكون في واحد بيتعلم مونتاج والواحد ده بيفشل لأن هو مش عارف يبدأ في المونتاج، واحد تاني اتعلم مونتاج وكسر بيه الدنيا مع إن هو نفس المونتاج بس الاختلاف في عقلية الشخص. يعني أنا ممكن أكون واحد وبحب المونتاج وليه نفس إن أنا أعرف ابدا فيه، افكر فيه، اعرف ايه، يعني انا عايز اتعلم في حاجه، انا عايز، يعني انا عندي فضول فيه. كل مهاره بتبقى لها اصحابها، لها واحد بيحب يفكر فيها. اول سؤال لازم تساله لنفسك هو انا بحب اعمل ايه حتى لو من غير فلوس. فكر كده مع نفسك، ايه الحاجات او الهوايات اللي انت بتحبها وممكن تعملها حتى من غير فلوس، زي الرسم او التصوير او المونتاج او حاجه انت بتحب تقعد على الكمبيوتر وقت طويل جدا تفضل قاعد انت بتعملها ومش حاسس بالوقت وهو بيمشي من حواليك. السؤال التاني هو ايه الحاجه اللي الناس بتسالني عليها عشان الناس شايفاني فاهمها. يعني انت فكر كده، مثلا لما انت مثلا بيجي حد من زمايلك يسالك سؤال في حاجه، الحاجه ديت هو مش فاهم بس هو شايف ان انت فاهمها عشان هم مثلا عارفينك، عارفين شخصيتك، فعارفين انت فاهم ايه. فانت لما تشوف هما بيسالوك في ايه هتعرف انت فعلا ايه الحاجه اللي انت فاهمها او ايه الحاجه اللي انت بتحبها او الحاجه اللي انت متعلمها. تلاته، هل انت بتحب التفكير والابداع ولا بتحب الكمبيوتر ولا بتحب ان انت تتكلم؟ على حسب بقى. انت لو بتحب الكمبيوتر فانت هتعرف ان انت يعني تبقى بتشتغل بالمهاره، هتبقى بتشتغل بيها زي فريلانسر كده. انما مثلا لو انت بتحب الكلام والكورس ده تبقى بتبيعه على منصات وهكذا. اما انت لو بتحب التفكير والابداع فانت تقدر تبقى استشاري وعندك خبرات عاليه قوي في الحاجات دي. اربعه، انت مستعد تتعلم المهاره ديت في قد ايه؟ شهر، سنه، 6 شهور، على حسب انت عايز تتعلمها في قد ايه هتعرف انت عايز توصل فيها لأنهي مستوى. اهم المهارات حاليا هي صناعه المحتوى، المونتاج، الجرافيك، التسويق، البيع، السوشيال ميديا، من الحاجات المهمه برضه. أكبر غلطة أنت ممكن تكون بتعملها وأنت بتتعلم المهارة هو إنك أنت تكون بتتعلم كتير وبتطبق قليل. الطريقة الصح هي إن أنت تطبق 80% وتتعلم 20%. هتغلط كتير، هتكرر كتير، بس في الآخر هتتحسن وهتقدر إن أنت ترفع مستواك وهتوصل لمرحلة عالية جدا في التطوير. ما تقارنش نفسك بحد بقاله 5 سنين في المجال اللي أنت بادئ فيه، قارن نفسك بنفسك بتاعت امبارح. خليك عارف إن أي شخص ناجح في وقتنا هذا الشخص ده كان بيعاني وتاه جدا في حياته زمان عشان يقدر يوصل دلوقتي، بس الرق ما بينه وما بين اللي فشل هو ان هو قدر يكمل. يا صديقي، لو عايز فيديوهات اكتر عن التطوير الذاتي والمادي والاقتصادي وكل الحاجات دي كلها متنساش تعمل سبسكرايب ولايك واكتب لي في الكومنتس اي سؤال عايز تسأله لي وانا هرد عليه.